خلينا متفقين ان احنا كلنا من واحنا صغيرين احنا متربيين بالطريقه اللي اهلنا عايزينها او اللي اهلنا شايفينها صح، او اللي معتقدات وتقاليد اهلنا هي اللي شايفاها هو ده الصح. اللي هو لو انت بنت لازم تبقي واخده بالك جدا من شكلك، من طريقتك، من اسلوبك. ما ينفعش تلبسي كذا، ينفع تلبسي كذا. ما ينفعش تتكلمي بالاسلوب الفلاني، ما ينفعش ترجعي متاخر، ما ينفعش تشتغلي، البنت ما بتشتغلش. ما ينفعش تكلمي مش عارفه مين، سمعتك اهم حاجه في الدنيا. وده خلانا نتقسم لشخصيتين. الشخصيه الاولى ودي تبقى غالبا شخصيه فيك، الشخصيه اللي احنا نتعامل بيها قدام الناس وقدام اهلنا وقدام الناس اللي عايزه تشوفنا كده وخلاص. والشخصيه التانية اللي بتبقى قدام صحابنا او الشخصيه اللي احنا عايزين نعيش بيها، وبتبقى على الناس الكلوز قوي في حياتنا. وده في الاخر بيخلينا لا عارفين نؤمن بنفسنا ولا عارفين يبقى عندنا ثقه في نفسنا. اهلا بيكم في حلقه جديده على القناه بتاعتي. لو انتم مش عندي اعملوا سبسكرايب وقولوا لي في الكومنت عايزين تتكلموا على ايه، وايه المشاكل اللي انتم بتواجهوها الفتره دي. في فيديو النهارده هنتكلم ازاي نبقى احنا مؤمنين بنفسنا. وعايزه اقول لكم ان الايمان بالنفس هو اول حاجه في اي حاجه عايزين توصلوا لها او في اي حاجه عايزين تعملوها. لو انتم مش مؤمنين ان انتم مش هتنجحوا مش هتنجحوا، لو انتم مؤمنين ان انتم مش هتوصلوا مش هتوصلوا، لو انتم مؤمنين ان انتم مش قد الحاجه اللي انتم داخلينها مش هتبقوا قد الحاجه اللي انتم داخلينها. فالنجاح اللي بتشوفوه في الحقيقي في الارض الواقع هو بيبقى اصلا طالع من جوانا. فلازم نبقى مؤمنين بنفسنا عشان نقدر نوصل للنجاح اللي احنا عايزينه في حياتنا. واول حاجه لازم تساليها لنفسك او لازم تعرفيها او دي اللي هتحدد احنا فين بالظبط في مرحله انت مؤمنه بنفسك قد ايه. هو سؤال ان انا الافكار والمعتقدات اللي في دماغي دي هي بتاعتي فعلا ولا بتاعت اهلي؟ هي بتاعتي فعلا ولا بتاعت شخص متحكم في حياتي هو اللي مديني المعتقدات والمفاهيم والاسلوب الحياه اللي انا عايشاه؟ الافكار اللي في دماغي دي هي اللي انا مكتسباها من خبرتي وشغلي وتعاملي مع الناس وحياتي واللي انا شفته في الدنيا، فهو ده الاسلوب او الطريقه اللي انا عايزه اعيش بيها؟ ولا دي اسلوب وطريقه ناس تانية في حياتي هم اللي مأثرين عليا؟ اول لما تعرفي اجابه السؤال ده هنبدا نفسر حاجات كتير قوي. او عايزه اقول لك ان عدم الثقه او عدم الايمان بالنفس هو ممكن يكون وراثي. شايفه مامتك مثلا طول الوقت مش شايفه نفسها حلوه، طول الوقت بتقلد صحابها، طول الوقت بتجري ولا حاجه معينه، بتعمل عمليات تجميل كتير، طول الوقت مش راضيه عن شكلها، طول الوقت بتحاول تخلي باباكي مبسوط مثلا وباباكي مع ذلك بيخونها، بيزعلها، بيضربها، بيهينها، او ايا كان شكل الموضوع عامل ازاي، بس هو في الاخر بيدي لحاجه ان هي دي مش راضيه عن نفسها، وده مش شايفها حلوه، او دي مش راضيه عن نفسها او مش مؤمنه ان هي جميله، وده شخص مؤذي. انت بيبقى غصب عنك خلاص تفكيرك ان هي الحياه كده، ان هو ده اللي المفروض يكون. فعلى ما تبدأي تستوعبي ان الحياة مختلفة، وان الدنيا مش كده، وان الحياة مش كده، وان في انماط تانية في حياتنا نستاهل ان احنا نشوفها، وانماط تانية كويسة، وانماط تانية واثقة في نفسها، وناس كتير في حياتنا او ناس كتير بنشوفها، او حاجة احنا عايزين نعملها من غير ما نكون بنشوفها كويسة، بيكون خلاص شخصيتك 90% منها تكون. يعني انت قاعده في بيت، هو البيت اصلا بيئه مش صالحه او بيئه تخليكي مش قادره تؤمني بنفسك، فانت خلاص بقيتي طالعه شايفه ان هي الحياه الطبيعيه ان انت تكوني مش مؤمنه بنفسك، او انت الحياه الطبيعيه ان هي الست دورها ان هي تكون ملهاش لازمه. فعشان تصلحي ده هياخد وقت معاكي شويه. وعايزه اقول لك بما ان احنا في مجتمع شرقي ان 99% من الناس مش مؤمنه بنفسها، لان احنا دايما حاطين فكره اصل الناس بتقول مش عارفه ايه، اصل مين هيتكلم عليا، اصل مين هيقول دي عملت ولا سوت، اصل مين هيقول ده فشل، اصل مين هيقول ده ما عمل مشروع وقفل ما نجحش. دايما 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 خايفين على شكلنا، ودايما حاطين فكره اصل الناس بتقول قبل ما احنا نشوف احنا هنقول احنا ايه. الناس هتقول، الناس اهم، اكن الناس دي هي اللي بتاكلنا وبتشربنا وبتعيشنا ومحور الكون في حياتنا، مع ان هو في الاول وفي الاخر هم ملهمش لازمه اصلا في حياتنا. وان كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نشوف نفسنا ازاي. 1% بس من الناس في الدنيا هي اللي مؤمنة بنفسها وهي اللي بتوصل للحاجات اللي هي عايزاها. 1% بس مش شايفين ناس بتقول او ما بتقولش، مش شايفين ان هم احسن من كذا ولا كذا احسن منهم، مش شايفين مين وصل الاول ومين وصل الاخر ومين فشل ومين نجح. يا تؤمني بنفسك وتقرري ان انت هو ده اللي انا عايزاه، يا تفضلي شايفه الناس بتقول وما بتقولش وتفضلي واقفه مكانك عشان خايفه مين يتكلم عليكي. اهم خطوه هتساعدك ان انت تبقي مؤمنه بنفسك هي البيئه المحيطه بيكي. خلينا متفقين ان البيئه اللي سببت لي مشكله مش هينفع اصلح المشكله وانا في نفس البيئه، او انا في نفس الحاجه، او انا في نفس المكان. لانك اول لما تبداي تاخدي خطوه ان انت فعلا مؤمنه بنفسك، ان انت فعلا انا عارفه ان انا قد الحاجه دي، او انا عارفه ان انا هعمل الحاجه دي، هيبدا كل الناس اللي حواليكي تعترض، وخاصه اقرب الناس ليكي. هتلاقي دايما الاعتراض الاساسي جاي من اقرب حد ليكي.
اللي هو المفروض يبقى اول حد بيدعمنا، لا، هيبقى جاي من اقرب حد ليكي، هو بيعترض على اللي انت عايزاه. هو لا مش هتعملي كده، لا ده مش ما ينفعش، لا ده ما يصحش، لا الناس هتقول عليكي، لا، عشان هم اوريدي مش مؤمنين بنفسهم، هم اوريدي شايفين الناس بتقول اهم من اي حاجه في الدنيا. وخلينا ندور على حل للموضوع ده، والحل بتاعه ان لو الناس دي بعيده عنك او بعيده عن دايرتك، مثلا زي اصحابك او قرايبك ساكنين في مكان بعيد عنك، حاولي تقللي المقابلات بتاعتكم، حاولي تقللي الاتصال بتاعكم، حاولي تقللي الكلام عنك، عن مستقبلك، عن حياتك، عن خططك، عايزه تعملي ايه، مش عايزه تعملي ايه. قللي ده عشان تقدري تكملي فيه. اما بقى للاسف لو هم في نفس البيت اللي انت عايشه فيه، زي اسرتك او اخوكي اختك مامتك باباكي ايا كان، حاولي يبقى ليكي العالم بتاعك جوه البيت. يعني يبقى عندك اوضتك، يبقى عندك مكتبك، يبقى عندك سريرك، عندك حته انت بتقعدي فيها مع نفسك بتتكلمي فيها عن كل حاجه انت عايزاها. وما تشاركيهمش، ما تقولهمش انا عايزه اعمل كذا او انا احلامي كذا او انا، لان الناس دي بتكسر دايما في اللي انت عايزاه. فلا، حطي حاجتك، حطي ربنا قدامك، الحاجه دي حرام ولا حلال. اول حاجه ربنا، بنحط قدامنا ربنا، الحاجه دي حلال خلاص تمام، مش مشكلتي مشكله مجتمع بقى، خلاص تمام، انا عايزه اعمل ده، انا عايزه ابقى ايا كان حاجه عامله ازاي، عايزه اصور فيديوهات على يوتيوب، عايزه انزل اشتغل شغل حلال واجيب فلوس على قد ما اقدر، عايزه انجح في الحاجه الفلانيه، عايزه اخد كورس في الحاجه الفلانيه، عايزه اشتغل من على لابتوب، عايزه اشتغل اونلاين. ايا كان الحاجه، بدل هي مصدر فلوسها حلال وحاجه انت تعبانه فيها ومش حرام، بس عشان انت في مجتمع رافض ده، حاولي على قد ما تقدري ما تتكلميش في خطواتك ولا خطتك ولا اي حاجه انت عايزاها لحد ما الحاجه دي تكمل. لان طول ما انت بتتكلمي عنها واللي حواليكي مش مؤمن بنفسه، هيصدر لك نفس الطاقه. اعملي العالم بتاعك الخاص بيكي واقفلي عليه، حتى لو البيئه اللي حواليكي مش مساعداكي في ده. ما تفضليش حاطه فكره اصل انا ما عنديش اوضه، اصل انا ما عنديش مكتب، اصل انا ما عنديش لابتوب، اصل انا موبايلي الاستورج بتاعته قليله. ما تفضليش تحطي اعذار، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. ساعات المشكله مش بتكون فيكي انت، ساعات المشكله بتكون للاسف في البيئه المحيطه بيكي، في العالم المحيط بيكي. مش انت تقدري تعملي كل حاجه، بس البيئه اللي حواليكي مش مساعداكي ان انت تقدري تعملي ده. فلازم تبقي انت مقتنعه من جواكي اني انا استحق ده، انا اقدر اعمل ده، انا اقدر اوصل لكذا، انا قدراتي تاهلني ان انا اعمل حاجه كويسه، ان انا انجح وابقى ليا صوت، يبقى ليا بصمه، يبقى ليا حياه، يبقى ليا حاجه مستقله بيا انا. تستحقي ان انت تكوني متشافه، ان انت تكوني موجوده، ان انت يكون ليكي صوت، ان انت يكون ليكي اسم. اصل انت اكيد ربنا ما خلقكيش عشان لا شيء، اكيد ربنا ما خلقكيش في الدنيا عشان بس حاجه خالقها وخلاص. مفيش حاجه ربنا خالقها في الدنيا ملهاش لازمه. كل بني ادم ربنا خلقه ليه رساله في الحياه، ليه حاجه المفروض يعملها. مجرد ما الرساله دي بتنتهي بتتنقل لربنا، خلاص الموضوع بيكون انتهى. فدوري على رسالتك ايه في الدنيا، ربنا خلق وجودك عشان تعملي ايه واعمليه. كلنا مختلفين، بس انت خليكي مؤمنه من جواكي ان انا ليا رساله وليا هدف وليا حاجه انا لازم اعملها ولازم اقولها ولازم تبقى واصله، لاني انا استحق ان انا اكون موجوده زي ما ربنا خلقك وشايف ان انت تستحقي ان انت تكوني موجوده. فانت ازاي مش شايفه بني ادمه ان انت تستحقي ان انت تكوني موجوده؟ ما تسمحيش لحد ابدا 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 يتحكم في رايك، يتحكم في حياتك، يقولك اعملي وما تعمليش، البسي وما تلبسيش، اطلعي وما تطلعيش، اشتغلي او ما تشتغليش. انت عايزه ايه؟ رايه مهم، رايه جميل، رايه حلو، بس لازم اكون انا مقتنعه بيه. مش ما تبقيش رايحه مع الرايحين وجايه مع الجايين، واي حد بيوديك واي حد بيجيبك كده. حد قال لك شكلك مش عاجبك، ما ترديش عليه. حبيتي تردي هتقولي له والله ده وجهة نظرك انت، وانا وجهة نظرك دي ما تهمنيش اصلا. تبذليش طاقة ومجهود وتفكير في ان هو ليه شافني وحشة، هو انا لبسي كان عامل ازاي، هو انا كان شكلي عامل ازاي، كنت بتكلم بطريقة عاملة ازاي، كان اسلوبي عامل ازاي. هتقعدي تبذلي طاقة ومجهود على حد ملوش لازمة، على حد اصلا ما عندوش ذوق، على حد اصلا لا يعني لك حاجه في حياتك. مش مهم اللي قدامك شايفك ازاي، المهم انت شايفه نفسك ازاي. اي حد، اي حد يوجه لك مشاعر سلبيه، مشاعر مش عاجباكي، مشاعر ضايقتك وجعتك، مش عاجباكي باي شكل من الاشكال، حاولي تتجاهليها اكنك مش شايفاها. مش لازم بقى كل يوم افضل اجلد نفسي بالليل قبل ما انام، وهو قال لي كده ليه، واقعد اقلب في الصور، اصل كان شكلي عامل ازاي، ابصي ضوافري، ابصي الروج، ابصي شكلي، الميك اب كان وحش، الميك اب كان حلو. وانت مستنيه
ان كل الناس تبقى مجتمعه ان انت قد ايه حلوه وان انت جميله، انت كده على الله حكايتك. انت كده مفيش حاجه في الدنيا في دماغك. مش كل الناس في الدنيا تقتنع ان انت حلوه، لان كل واحد عنده ذوق، كل واحد عنده راي، كل واحد دماغه مريحاه. ما تقعديش بقى انت بتحاولي على قد ما تقدري تبقي اجمد واحده في الشغل. مش كل الناس تبقى شايفاكي جميله على فكره، مش كل الناس تبقى شايفاكي حلوه، مش كل الناس تبقى شايفاكي شاطره، مش كل الناس هتبقى شايفاكي انت بتعملي المساعده دي عشان انت فعلا جواكي حلو وبتساعدي اللي قدامك، هيبقوا شايفينك ان انت بتساعدك عشان عايزه توصلي لحاجه معينه، عايزه تكلمي مش عارفه مين، عايزه تترقي، عايزه مش عارفه ايه. كل الناس تبقى شايفه كده، مش كل الناس هتبقى شايفه ان انت قد ايه جميله وكيوت وبتساعدينا وقد ايه قلبك علينا. للاسف احنا في دنيا مش مهم خالص الناس شايفاك ازاي، مش مهم خالص الناس شايفاكي في العالم بتاعهم ازاي. المهم انت شايفه نفسك في العالم بتاعك ازاي، والعالم بتاعك ده بيحدد اذا كنت انت فعلا شايفه نفسك تستحقي انك تبقي جميله، تستحقي انك تبقي حلوه، تستحقي انك تبقي ناجحه، وبتقولي لنفسك فعلا ده كل يوم. اللي هو انا بصحى انا فعلا استحق ان النهارده يومي يبقى حلو، انا فعلا النهارده هجتهد اكتر عشان يبقى يومي كويس، انا فعلا هشتغل على قد ما اقدر، انا هنجح، فانا النهارده خطوه جديده في نجاحي، خطوه جديده في الحلم اللي انا عايزه اوصل له. انا مؤمنه من جوايا بده، انا مؤمنه ان انا احلى واحده في الدنيا ماشيه في الشارع، احلى واحده في الشارع. انا مؤمنه من جوايا بده. مش هيهمني بقى مين ماشي معدي هيقول عليا ايه، مش هيهمني مين معدي من جنبي هيحبني ولا هيبص لي ولا مش هيبص لي. مش ده محور الكون بالنسبه لي. اللي بتقوليه لنفسك هو اللي بيحصل. لو انت شايفه ان انت حبيتي واحد قوي وقد ايه هو كان شخص جميل وان انت مش هتلاقي تاني زيه في العالم، انت فعلا مش هتلاقي زيه تاني. لو انت شايفه ان انت لا تستحقي حد احسن منه، وان انت فعلا تعبتي على نفسك واجتهدتي وتستاهلي حد يحبك او يحتويكي او من مستواكي او ايا كان زي ما انت عايزه، هتلاقي حد بكل المواصفات اللي انت عايزاها. بس لازم تبقي مؤمنه من جواكي، مش كلام وخلاص. انت مؤمنه بده، انا مؤمنه ان انا استاهل حاجه احسن، انا مؤمنه ان انا استاهل عيشه احسن، انا مؤمنه ان انا استاهل شخص احسن، مؤمنه ان انا استاهل شغل احسن. انا مؤمنه بده. لكن طول ما انا مؤمنه ان انا لو سبت الشركه مش هلاقي شركه احسن منها، مش هتلاقي شركه احسن منها. لو لقيتي مش هيقبلوكي عشان انت مش مؤمنه ان انت مؤهله لده. وعايزه اقول لك ان انت نسختك الناجحه اللي عايشه الحياه اللي انت نفسك فيها هي موجوده وعايشه الحياه اللي انت نفسك فيها. بس يمكن هي عايشه مثلا في 2030، في 2050، 2035، هي عايشه وموجوده لان ربنا حط جواكي انت هتوصلي لده، حط جواكي الحلم الفلاني، فانت قادره توصلي له. بس تجتهدي، اتعبي شويه، ابدأي واشتغلي وافشلي وانجحي وافشلي وانجحي لحد ما توصلي اللي انت عايزاه. مجرد ما تبدأي وتفشلي انت عديتي 50%. انت عديتي 50% من الناس اللي عماله تقول انا هوصل واطلع وانزل واخرج وهي ما عملتش حاجه، بس هي قاعده هي بتتكلم وخلاص. مجرد ما تبدأي في الحاجه انت عديتي 50%. انت متخيله؟ اتعلمي دايما 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 من اي حاجه انت بتمري بيها. مريتي بعلاقه صعبه اتعلمي منها، انت طلعتي بايه منها. ما تبصيش بس للوجع وان انا قد ايه اتوجعت وان قد ايه الحياه كانت صعبه واني قد ايه كنت بحبه والموضوع انتهى. لا، فكري انت البني ادم ده خلاكي ما تثقيش في نفسك فانا واثق في نفسي. البني ادم ده خلاكي ما تخرجيش وتشوفي الدنيا والحياه، لا فانا هخرج واشوف الدنيا والحياه. قال لك ما تشتغليش انزلي اشتغلي. البني ادم ده كان بيقول لي كلام كتير قوي وحش، فانا هتعلم ازاي اكون رحيمه مع الناس وان انا فعلا ما اوجعهمش او ما اوصلهمش نفس الاحساس اللي وصل لي. البني ادم ده كان بيجي عليكي جدا، فتعلمي ان انت ما تجيش على حد. واعرفي ان شغلك ومستقبلك ودراستك اهم من الحب، اهم من العلاقات، اهم من اي حاجه في الدنيا. دول لازم تعمليهم الاول، بعدين بقى نشوف مين اللي هيجي يشاركنا الحاجات الحلوه اللي انت عملتيها ووصلت لها دي. واعرفي ان اي حاجه فاتت ما كانتش بتاعتك، اي حاجه فاتت ما كانتش مكتوبه لك، اي حاجه فاتت ما تعيطيش عليها لان ربنا خططه احسن بكتير من اللي انت بتتمنيه. اهدي واصبري عشان ربنا هيبعت لك الاحسن واللي قلبك فعلا يستحقه. اعرفي ان احنا في حياه، وان الحياه دايما لازم تدينا دروس، لازم ننجح ونفشل، لازم نتخذل ولازم نحب حد ما حبيناش ولازم حد يحبنا احنا ما حبيناهوش، لازم نعدي بحاجات كتير قوي صعبه ونفقد ناس كتير قوي بنحبها، عشان هو ده الطريق بتاع الحياه. الطريق اللي دايما بيبقى اخره نور. لان من غير كل ده ما كناش هنعرف نميز، ما كناش هنعرف نميز بين الفشل وقد ايه صعب، ونميز بين طعم النجاح وقد ايه طعمه حلو. ما كناش هنعرف قد ايه الشخص ده كويس وطيب معايا وحنين، او قد ايه الشخص ده سيء وبجد قاسي جدا وما بيدينيش اي احتواء او اي حاجه انا محتاجاها. اعرفي ان اي طريق في الدنيا في ربنا، وان اي طريق في الدنيا انت شايفه ان ربنا معاكي وانت حاطه ربنا قدامك دايما طول الوقت، ربنا عمره ما هيسيبك تتاذي،
ربنا عمره ما هيسيب سعيك ابدا، ربنا عمره ما هيسيبك حد يوجعك لحد الاخر وانت ما تستاهليش ده. ولو ده حصل تاكدي ان ربنا هيعوضك اضعاف 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 الوجع اللي اتوجعتيه، الحاجات اللي اتاذيتي فيها، المعاناه اللي انت عانيتي بيها. ضلي اسعي دايما وما توقفيش ابدا سعي، وما تبعديش ابدا عن ربنا، عشان الطريق اللي دايما في ربنا دايما بيبقى اخره نور. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده، وبجد انا بحبكم جدا، واكتبوا لي محتاجين تتكلموا على ايه في الحلقات اللي جايه.